في المقطع اللي فات اللي كنا نتكلموا عليه على برنامج عائلتنا أقوى، في أكثر من تعليق قالوا لي ننزل فيديو على مسلسل مستقبل زاهر، ودرت حط تصويت إني ننزل ولا لا. أكثر الناس قالت نزل على المسلسل اللي أصلا مش بتفرج عليه. اتفرجت عليه وقلت أحسن من قيمة في فيديو، خلينا نحكي الحلقات الأولى وبعدها نقيموه ككل، وندعو أن قناة سلام ما تعطيناش كوبي رايت. وشكرا على تعليقاتكم في كل الفيديوهات، ناس واجد عجبهم محتوى القناة، وإن شاء الله نستمر في تنزيل فيديوهات اللي تعجبكم. وبسم الله خلينا نبدو مع قصة مسلسل مستقبل زاهر. تبدأ الحلقة الأولى بزوز خوت رجب وحمزة، وكانوا في مكان مقطوع وجايين باش يقابلوا وحدين. تأكدوا من الجي بي اس وشو لقوا السيارة تاجر فيهم، بعدها قريب 5 أشخاص. لما نزل صاحب السيارة فتح الكوفني وطلع فيه أسلحة وجايبين له طلبية سلاح، والآخر قال له خلاص هات البضاعة واحمد ربك مش قاتلين لك، وخذوا منه الأسلحة وما عطوش حقهم، وقال له هي برا السجد. رجب وقف وقال له رد بالك تدير حاجة حتندم عليها، والتاني قال له أنا قد اللي درته ومشوا. ولكن كيف ما قال رجب ورد بالك تدير حاجة تندم عليها، وطلع الأسلحة فيهم قنابل. وبعد مشوا بمسافة بسيطة طلع حمزة جهاز التحكم وضغط عليه وانفجرت السيارة اللي خدوا منهم السلاح، وقعدوا يصوروا فيهم وهم يضحكوا. وهيك يبدأ المسلسل بداية قوية وتبشر بمسلسل كبير. نمشي لحوش عيلة حسن المتكونة من الأم والأب حسن وأولاده الزوز حامد وزاهر. ولعوا السيارة بيمشوا المدرسة لأنه مدرس، ورفع أولاده الزوز اللي يقروا في نفس المدرسة اللي قري فيها. لما كان طالع في حد كان يشبح فيه من بعيد اللي هو خوب الجاسم اللي متعاركين معه، فاته ومشي المدرسة وقال لي ولده الكبير حامد إن شكله ضغطه راقي ومش عاطي حصص وبياخد إذن وبيروح، وقال له باش ياخد باله من أخوه. مشي حامد لحصصاه وحسن ياخد في إذن، وجت سيارة للمدرسة فيها حمزة اللي أمس فجروا السيارة، وكان يتكلموا عن التفجير اللي أمس داروه، وقال لصاحبه إن كل الناس تتكلم عنهم، وحمزة قال له حنيت بالرافع ما يقدرنا حد. وبعدها مش عارف ليش نزل من السيارة ومعه بخاخ وكتب على الحيط مدرسة حمزة بالرافع، وحمزة كتبها غلط. جاء مدرس قال له عيب عليك اللي تدير فيه، قال له حنيت بالرافع وحنا واعرين. قال للأستاذ إنه مفروض مش مكانك هنا، وطلع حمزة السلاح وحطه على راس المدرس وعلى جيد حسن وشده. قال له كان مش مربينك هلك أنا نربيك، ويعطيه كيف قوي بكل. حمزة فصل وقال لمن شدك يشيباني النحس انت والايام بيناتنا، وحسن ما دوراش ومشي روح لحوشهم. اما حمزة مشي للحوش وخبر اخوه رجب، وجي سيدهم اللي عرف القصة اللي صارت في المدرسة وقال له والله نشوف حكم داير مشكلة مرة تانية نفرغ فيك، وامشي انت والكلب اللي معاك ما عادش نبي نشوف وجهك لليل. طلعوا هو الكلب اللي معاه وقال ضروري نردها لحسن. قال لصاحبه هي صورة ولده يقرا مع واحد صاحبي تو نشدوه. كلم صاحبه اللي كان في المدرسة وقال له نبو حامد ولد حسن مش عارف الفصل، وقال له نبو نديروا تكسيده بعد المدرسة. من الأول قال لهم لا، لكن بعد ما نقوا عليه قال لهم تم. بعدها يجي رجب وشد حمزة ويقول له رد بالك ادير حاجة، وكان درت شيء بنفجر لك راسك. وقال له في بضاعة جاية من تشاد ويبي يريح الوضع ما نبوش مشاكل. وجات اتصال من امه وقالت له انه عيتم هابيل جايه لحوشهم الليله، وعيتم هابيل اهمها ولدهم اللي فجروا فيه السياره امس. وصلوا وجايين يبوا يردوا تارهم، وقال لهم الحاج رافع انه نعطيكم على كل راس مات 200,000. ولد عيتم هابيل ناض وسحب السلاح على رافع خلاه شويه ونزله. بعدها وافقوا على 200,000 على كل راس، وجاب لهم الفلوس وشافوهم ولقوها زايدة 200,000، وقال لهم ليش في 200,000 زايدة؟ قعد يضحكوا وقالوا له في واحد تاني بيموت، وقتلوا له ولده. وتمت الحلقة الأولى. بعد ما قتلوا ولد سالم هيبي الخبر انتشر بين الناس وكل الناس تتكلم به، ووصلت لحسن وقال هماه القتل عندهم زي السلام عليكم، انه خلينا نعتذر منهم على كيف اللي ضربت لولدهم خير ما تكبر المشكلة. وعيد بالرافع كانوا يضحكوا على قصة أمس، والحاجة رافع قال لي رجب أن في مهرب بشر واخذ مني أفارقة وخلص حقهم، لكن نبي نقتله ونرد الأفارقة باش نبيعهم للأوروبيين. رجب قال لا ما يصير إلا اللي تبيه، ومشي الحاج وقال لي حمزة بنمشي لمدرستك باش نتفاهم مع الأستاذ يضربك كيف هذا. مشي وهو رفع خشمه فوق وشد الأستاذ الأول وقال له من اللي ضرب ولدي؟ قال له الأستاذ حسن. رد عليه رافع وقال له تو جيبه. مشي لحسن كلمة عن الموضوع، وحسن كان خايف انه يكبر الموضوع. مشي وخش لي رافع، ورافع حط السلاح على الطاولة وقال لي كيف تضرب ولدي هيك من هذه الكلام. والمهم حسن قال له سامحني ومنك ومن السماح. وفجأة اتصل واحد برافع اسمه الدكتور، واول ما اتصل بيه طلع طول من المدرسة.
نمشي ليمنا قوة التحقيقات الخاصة، وكان يوم تقاعد العقيد عمر من الخدمة وداروا له حفل بسيط. بعدها جاي العميد اللي بيجي بعده اللي اسمه العميد ماجد، قعد يتكلموا على بعضهم. المهم فهمنا انهم ما يحبوش بعض. ولما طلع ماجد العقيد عمر نادى واحد اسمه مروان وعطاه ملف وقال له هذا السبب اللي خلاني نتقاعد وخليه عندك وفهمها زين. نرجع لحسن اللي كان راقد في حوشه ويقول لمرته ان البلاد خلاص ما عاش فيها خير وكيف بيكون مستقبل الاولاد في دي المشاكل. ومرته قالت له انها مشيت للمستشفى واحتمال يطلع فيها ورم في ظهرها، وزادت على حسن اكثر ما هي زايده. وفي حوشه بالرافع جاء رجب وقال لابوه ان الشخص اللي تبيه متاع الافارقه راقبنا تحركاته وراقبنا الهنجر اللي فيه الافارقه وغدوه تو المشوله. ورفع قال له خلاص نظم وضعك، وقال له ان مبكر يتصل به الدكتور اللي فهمنا انه واحد اكبر من رافع ورافع يخاف منه. المهم قال له انه جايه سالم هبيل وقال له انه فاصل عن الموضوع الاداره، انه قتل 6 اولاد من عائلتهم لا وامس قاتل واحد تاني، وعتم هبيل مش ساكتين على اللي درته. رجب برد وقال الكلب اللي ينبح ما يعضش وما دوروش الموضوع. وشاف الحاجه رافع السياره قدام الحوش، سال رجب قال له بتاعت مني؟ قال له بتاعت صاحب حمزه هذاك، لكن في لمح البصر تنفجر السياره ويجي يرفع ورجب ويوقفوا قدام السياره وهم مصدومين من المنظر اللي قدامهم، واللي من الواضح ان هذا الرد متاع عيتم هبيل. مش عارف كيف، ولكن فجأة طلع حمزة وصاحبه من وراهم وطلعوا انهم كانوا في السيارة غير في حد جاهم من شو كلموه. وفي الفترة هذه انفجرت السيارة. رجاب قال لسيده كل شيء واتي والليلة بنمسحوهم عيتم هيبي، ولكن بو قال لما تدير شيء قعمز بس. اليوم اللي بعده رافع قال لي رجب انه يشوف كيف عرفوا عيتم هيبي موقع حمزة، او بمعنى تاني شاك في الولد صاحب حمزة. رجب كلم واحد تاني وقال له شوف لي كاميرات قدام الحوش وجهة حوش صاحب حمزة، المهم نعرف وين كان امس. نمشي لحوش حسن اللي ماشي ورافع اولاده للمدرسة، ولكن لقى زاهر مش مبدل وقال له بنقعد في الحوش لانه أمه مريضة ومش مخليها بروحها. ضحكوا عليه شوية وقالوا له خلاص اقعد. وفي مبنى قوة التحقيقات الخاصة مروان اللي أمس عطاها العقيد عمر الملف هذاك فتحه وشافه لقى فيه حاجات واجد وعلى عيد بالرافع وقضايا تهريب وقتل. ومروان مشي للعميد ماجد وقال له ان امس العقيد عمر قبل لا يطلع من المكتب اعطاني ملف فيه دلائل على عيد بالرافع، ولكن العميد ماجد نط فيه وقال له انه ما فيش منها الدوة وعيد بالرافع احسن ناس، وفصل فيه وقال له الملف اللي اعطاه لك عمر يوصلني توه. واللي فهمناه هو ان العميد ماجد متعاون مع عيد بالرافع. نمشي لمكتب الدكتور اللي هو الراس الكبير بينهم، تلاقوا رافع بالرافع وسالم هبيل في المكتب وشدت دوة بيناتهم. ولكن جاءهم الدكتور وقال لهم لعب الفروخ هذا ما عادش نبيه وبنحز الموضوع. ناض سالم وقال له هذا قتل لي 7 وحدين كيف بنسكت له؟ وقال له رافع انه حتى هو امس جاي بيفجر سيارة ولده، وسالم قاعد يحلف انه مش هو اللي يركب قنابل في سيارتهم. ولكن الصدمة طلعت لما الدكتور طلع له قنابل وقال له هدي نفسها اللي كانت في سيارة ولده، وقال له احنا نراقبوا في ولدك 24 ساعة وكان نبي نقتلوه راهو قتلناه. ووراه فيديو لولده وهو ياخذ في الحشيش من الشخص اللي امس جاهم قبل لا تتفجر السياره. وقال للدكتور الفلوس اللي اعطيتهم دي لسالم دبلهم واعطيه معاهم سواقك اللي مربيه على يدك. عارض رافع على الموضوع لكن قال له كان تبي سواقك معناه هات ولدك ارجف، لكن رافع اكيد وافق على السواق واعطاه الفلوس وقال لهم الدكتور ما عاش دبوا مشاكل بيناتكم. نرجع لحسن اللي كان يعطي في حصة في المدرسة لكن يقاطع حمزة وخش للفصل وقاعد يضحك على الاستاذ وقاعد يضحك على ولده حامد لانه يودود. قال لهم حسن اني ليه ما عاش قاعد وما عاش بنقريكم بك وانتم الجيل هذا ربي يستر فيكم وخلاص. وفي حوش حسن كانت مرته قاعدة هي وزاهر خشت مرت بالقاسم اخو حسن وقعدت تقول انه بنرفع عليكم قضية في المحكمة. طبعا نقدر تسكيب لي اكتر من لقطه لبالقاسم ومرته في الحلقات اللي فاتت، لكن المهم اللي صار هو ان بالقاسم مشي هو مرته لمحامي بشرفوا قضيه على اخوهم حسن، لان الحوش باسم سيده اللي مات ولازم ينقسم مش يسكنوا فيه حسن وعيلته وهم ما يحبوش بعضهم بكل، وهذا اللي صار باختصار. نرجع المهم مرت حسن تقول غير لا واحنا كيف الخوت ولكن ما فيش امل بكل، وطلعت مرت بالقاسم من الحوش. نمشوا لرافع اللي روح لحوشه وقال لرجب يسكر موضوع تفجير سياره صاحب حمزه ويركز على موضوع جواد متاع الافارقه ويبيه في كيس اليوم. وقال رجب اليوم الليل تكون الامور كامله، فمشي في الليل مع 3 انفار بعد ما داروا خطه باش يخشوا للهنجر ونفذوها ومشت معهم. ولما قدروا يخشوا داخل خش رجب لوحده من الغرف ولقي كاميرا تصور فيه وشاشه عليها وجهه، وفجاه يجي واحد من وراه ورافع عليه السلاح. تبدأ الحلقة ويشوف وجه جواد وقال رجب بنقتلك اليوم، ولكن ايه مات جواد بكل سهولة وطلعوا الأفارقة وهربوا بهم. لكن فجأة طلع واحد يصور وكان يصور في كل شيء، والواحد هذا
هو مروان، ومشي للعميد ماجد في اليوم اللي بعده ورفع له الفيديوهات، قال له انه صورهم امس وكان يراقب فيهم طول النهار. وطبعا ماجد فصل فيه وقال له ما عادش تلعب ديلك ورد بالك تقرا بيت برافة. ومشي مروان. نمشي لحوش حسن اللي جاي واحد من المحكمة وجايب معاه ملف فيه محضر عليه. لما قراه عرف ان بالقاسم ومرته هم اللي رافعينه، مشالهم وقعد يهذب فيهم ونضت فيه مرت بالقاسم وقالت له برا شوف مرتك وين تمشي، هيك بدون مقدمات. فحسن مشي لحوشه بسرعه وهو ينادي في مرته، ولما قال لها وين تمشي قالت له على الشيء اللي دساتها عنه، انها احتمال كبير فيها مرض في ظهرها واحتمال تنشل. نمشي للمدرسه اللي فيها حمزه وصاحبه يراجعوا في اللي يقرا مع حامد، لتو حمزه يبي يرد تار الكيف في ولد حسن. المهم جاهم اللي يقرا مع حامد وقال لهم كلمته باش يجينا، قلت لهم دايرين تكسيده وهو قال لهم عادي تو نجي، وحمزه قال خلاص تو نشده غادي. ومن حمزه الى مروان اللي كان ماشي للعقيد عمر مش يخبره عن الموضوع اللي صار، وسأل عمر وقال له ليش حط راسك من راس عيد بالرافع؟ صح مجرم لكن انت تحس في موضوع شخصي بيناتكم. قال عمر هذا موضوع قديم من الثمانينات، كنت نخدم في المكتب وخش علينا رافع بالرافع وكان عليه قضية، لكن شفت العميد وقتها بشكل غريب قال له خلاص ما تدورش بكل وخلاه يروح. المهم خليت راسي من راسه وجبت عليها أدلة كبيرة، ولما عرفت بالموضوع قتل لي مرتي وبنتي اللي كان عمرها 6 سنين، وهذا بيش حط راسي من راس برافة. مروان قال اليوم نرفع عليه محضر ومانيش مدور، اللي بديره يديره. وبعد ما رفعوا عليه قضية طلعوا أمر قبض على رجب برافة، ومشي مروان بسيارة وسكروا الطريق على رجب، ونزل مروان وكلبشه ورفع معه. أول ما وصلوا القسم استقبلهم العميد ماجد وهو فاصل من مروان وخايف من آية برافة. حطوه في التحقيق وماجد شد مروان وقعد يقول له إن ما تحسابش روحك حاجة كبيرة ورد بالك وفوت عيد برافة خير ما تندم يوم غدوة. ومروان قال له أنا قد اللي ندير فيه. وفي هذه الأثناء وصل الخبر لرافع واتصل بالدكتور، لأن يحسبها من الأول عيتم هيبيل هم اللي خطفوا رجب، لكن قال للدكتور ولدك رجب في التحقيقات. رافع كلم المحامي ومشوا للقسم وخش وكأنه ما يشوفش في حد قدامه، وخش على مروان وهو يحقق على رجب. وأول ما خش قعد يهدد فيه بأمه، ومروان ما عادش عرف شنو يدير. العميد معيت بالرافع ورافع ورجب بيهددوا فيه، مش هو لا يهددوا في امه. والمحامي طلع له ورقه مزوره ان رجب امس كان برا البلاد، يعني واقف ما عادش عنده ما يدير. وخديع رافع ولده وروح بيه. ونرجع لحوش حسن ونلقوا ولده حامد واقف قدام الحوش، وجاب القاسم وسلم عليه وعطاه فلوس وقال له كان تبي شيء كلمني. لكن جت مرت بالقاسم وقالت له روح توه. واللي فهمناه هو ان بالقاسم في الواقع كويس، لكن مرته هي اللي بليه كله وما تحبش مرت اخوه ولا اخوته كلهم. المهم بعد نشوفه مروان بحوشة ومعاه مرته وجابت له هدية وقالت له بعت لك صاحبك اسمه رجب برافة. ومروان يفتحها بسرعة وتطلع طلقة. بعد ما صارت جد في الحلقة عيد بالرافع وضنا عمه تجمع في خوش الحاج رافع، وحامد كلم بوه باش يمشي لصاحبه اللي مديرين تكسيده، وسيده قال له امشي لكن ما تاخذش السيارة. حامد طلع برا وزعل، لكن جي عمه وعطاه مفتاح سيارته وقال له امشي لجماعتك وقرب على السيارة كيف ما تبي. في الوقت هذا حمزة خديم الحوشة مكلاشن وتسعة ورفعها من معاه وناوي على شر. مشي حامد ومشي حمزة. لما وصل حامد يجي حمزة يراجع فيه وقعد يضربوا تحته برصاص ويصوروا فيه ويضحكوا عليه. وحامد خايف وهرب يجري للسيارة، وحمزة يقول لصاحبه يطلع كلاش من السيارة خلينا نكسكسوه. ولكن الصدمة ان حامد يجري بالسيارة ويعفس عليه حمزة ويهرب، وحمزة يموت. 5 حلقات كل حلقة تقول إنها أحسن من الثانية، مسلسل متكامل من كل جهات سواء ممثلين أو سيناريو أو تصوير، وأجواء المسلسل كلها قوية. نحيي المخرج نزار الحراري على التحفة هذه، وتحيي لكل من شارك في العمل. لما درت فيديو عائلتنا أقوى لو ما تفرجت عليه تلقاه في الوصف، كنت مش متفرج عليه، لكن لما شفت التعليقات كلها تدير فيديو على مستقبل زار قلت نشوفه، وبالفعل يستاهل المشاهدة. طبعا اني قطعت عليكم في لقطة حماسية حامد عفس علي حمزة وحمزة مات، لكن مرة اتفرج على المسلسل خير ما تسمع مني. وني نكمل تلخيص باقي المسلسل تبي وقت والفيديو بيطول، وني نبي ننزل الفيديو قبل العيد. وبارك الله فيكم على حسن الاستماع، وشكرا لكل من وصل للحظة هذه، وإن شاء الله كان رمضان خفيف عليكم واستغليتوه في الطاعات والصلاة وقراءة القرآن يا رب. وشكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم.